عبد القيقاع وملغا اسبانيا يغشي غيظان دودي غزال واش كلشي ودا. السلام عليكم اخوانا المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار نقاسموه معكم على حساب الهجرة. اغلبية الشباب خاصة في الريف ولا في المغرب باكمله الحلم ديالهم يجيو لاوروبا. بنادم كيضل ناعس حتى ل 12 وكيقول لك انا نمشي للخارج. ما نعرف نهار غادي كيوصل هنا الانسان كيتبدل عليه الجو، كيتبدل عليه كل شيء، وكيسمع لواحد اللهجة اخرى، واحد اللغة اخرى ما كيعرفهاش، موريتانية ولا اسبانيولية ولا شي حاجة، كيبدا يسول انا لغة كيهضروا هاد الناس. بنادم خصو يكون صراحة واعي ويعرف، وخاصة هاد الوقت ولات صعيبة شوية في أوروبا. الناس جايين ب11 مليون 12 مليون ساكنين على برا وساكنين تحت الخناطر وساكنين في التشابولات، ومادا به بنادم نهار غادي يهز الباريزة ديالو يحزن يعول على راسو، يكون شوية ديال الصبر عنده، ضروري ما غادي يتمحن ليامات الأولى والمرة الأولى، ولكن نهار غادي يتحسن الوضعية ديالو ويدير الأوراق ديالو ضروري ربي ما غادي يفجج ويفرج، ما غاديش تبقى الأمور هكا، ولكن الصبر ضروري. وحاجة أخرى بنادم خص ضروري تكون شي حاجة بين يديه، يتعلم شي صنعة شي مهنة شي حاجة، بحيث منين كتجي هنا للقاوري أول حاجة كيقول لك شنو كدير، هو مادا به غادي تكون تعرف كدير شي حاجة، بحيث تربح انت ويربح حتى هو موراك. ولكن ملي كيكون بنادم مجلج ما كيعرف يدير حتى حاجة كيكون عليه الصعب بزاف باش يلقى الخدمة. هادشي اللي بغيت نوصل للناس مساكن اللي كيبغيو يجيو، كنقول لكم خصكم على الاقل ديروا واحد المجهود، تعلموا شويه ديال الهضرات غير باش تناقش شويه، وتكون عندك في يديك شي صنعه وتتكل على الله. تما بعدا الا جيتي درتي واحد المجهود، ولكن مين ما كيجي بنادم ما عنده حتى حاجه راه كيكون واحد الامر الصراحه صعيب. وبغيت نقول للناس الاخرين صحاب الشركات صحاب اوتونوميات، كاينين الناس وما كنعممش، كاينين الناس ما كيحشموش، كيقول لك روح نخدمك ولكن كيخدمك بنص الثمن، كيضل يحرت عليك من السبعة حتى العشية وكيعطي لك نص الثمن، نص ديال الأجرة اللي كيربحها هنا الخدام العادي بالوراق ديالو، وهو ما كيخلص عليك لا سيغورو لا راسوروز لا حتى حاجة. يمكن كتزيد كتخلص له حتى الترونسبور اللي كيديك يوصلك للخدمة. هاد الناس الاستغلاليين، والنهار كتوصل الوقت ديالك باش دير الأوراق ولا دير شي حاجة كيبيع لك الكونطرا بستة 7 المليون، وكيخليك عام كامل عاوتاني كتخدم عندو بنص الثمن باش لعل وعسى تسلك الوراق ديالك. وهذا هو اللي بغيت نقول لخوتنا، يديروا مجهود، يتعلموا الصنعة ويتعلموا المهنة، اللي حيت ملي كتكون شي حاجة علمتيها وبين يديك راك تقدر تاكل فيها الخبز هنايا. ولكن ملي كيكون بنادم مجلج وراسو قاصح راه كتلاقى مع الصعوبات والقسوحية. وكاين واحد الطبقة أخرين عندهم هنا الوراق وجايبين مدة في أوروبا، كيمشي كيخدم بنص الثمن عند خوه المغربي، ما كيعرفش مسكين حتى هو، كيقول لك من الطياره للحماره. مهما خويا جيتي هنا لاوروبا، راك هنا خاصه كنهضر على اسبانيا، مهما جيتي هنايا قلب على الشركات ديال الكور ديال اليهود ديال النصارى، حيد عليك الخوك المغربي، راه ما غاديش يخلصك بالثمن زوين وما غاديش يعطي لك الحقوق ديالك، ونهار كيخلصك كيشح. انا ما كنضربش في الاعراض ديال الشركات ولا ديال الاطروموت وما كنعنفش، ولكن الاغلبيه كيستغلوا الوضعيه ديال الناس اللي جايين من المغرب والناس اللي كيبغيو يديروا الكونطرا. مش حال من واحد كتلقى خدمتي عنده عام ولا عامين بنص الثمن، ونهار كتكمل داك 3 سنين باش دير الكونطرا كيبيع لك الكونطرا ب 6 7 مليون، كتبقى خدام عليه عنده فابور. هو كيوصل داك الشيء اللي بغا وكيربح عليك الفلوس على ظهرك، وانت يلا عاد كدير الوراق ديال العام، الوراق ديالهم غدور هكا وتلقى التاريخ ديالهم مات، خصك دير عاوتاني الوراق الاخرين ديال عامين، وهكاك غادي. على داكشي بنادم كنقول له يكون بالمهنه ديالو ويعمر راسو شويه بالقرايه، لا ما يتعلم غير شويه د الهضرات باش يفك راسو ويقلب على راسو.
نهضر عاوتاني على واحد الطائفة أخرى. مؤخرا ما كانتش هنا في أوروبا، في غير هاد ال5 سنين اللي فاتت ما كانش عندنا هاد الحالة اللي وصلنا لها هاد الأيامات. فين ما تلقى شي جورنان ولا شي حاجة لا ضروري ما تلقى فيه شي مرابي زبلها، أما قتل مرتو، أما جرات عليه مرتو، أما شي حاجة. كتلقى هاد المسكين هذا خدم حياته كاملة هنا في أوروبا وتعب وخدم في الفلاحة ولا خدم في البني ولا في أي ميدان يكون صعيب. نهار مسكين كيريق الوريخات ديالو كيقولوا نمشي لبلادي، شوف حتى هو يدير واحد المرأة، يدير كيما نقولوا ولادته والوليدات ديالو، ويدير الحلال ديالو اللي تعمر عليه الدار، وكيتقاتل وكيتكابر كيكري الدار وكيخدم وكيدير لها التجمع وكيسردها للمغرب. النهار كتجي لهنايا كتفرق رجليها وكدير الماندو التليفون وكتجمع لك وتهضر، والنهار غادي يهضر معاها ولا شي حاجه هكا غادي تقلب عليه وتجيب له المخزن، يفرقوا لهم العش. هو يخرجوه يقول له سير دبر على راسك، راه ما عندكش الحق تقرب لهاد الدار 500 متر. هي كيديوها للخيريه الى عندها الولاد ديالها، حتى هي كيديوهم لواحد المده، كيبقاو يعطيو لها كنينه ديال الفاني ديال النعاس، ينعسوها حتى يديها للطبيب، غادي يقول لها انت راه عندك مرض نفساني، راه على الاطفال هاد ديالك الصغار، هاد الولاد راك ما غاديش تقدري تربيهم، وكيحيدوا لهم الولاد ديالهم. وكتصبح كما كنقولوا لا دار لا دوار، خارجه على راسها. نتمنى من الناس ومن العيالات يكونوا واعيين. راه هادو ما غاديش يعطيو لك الحقوق ديالك كما كتقولي، غادي نجري على هذا الراجل نسردو ولا شي حاجه، غادي تصبح غير خسرتي راسك وخرجتي على ولادك وخرجتي على ولد الناس وخرجتي على مستقبله. وهذه هي اللي بغيت نقول لكم، وهذا الشيء ما نقول لكم الاخوان ديالي. وباللايكات ديالكم راه كتدفعوا الفيديو باش يتشاف بزاف شويه، بحيث القناه ديال اليوتيوب كتفاعل مع اللايكات ديالكم باش كتلوح الفيديو باش يشوفوه جميع الناس. وهذه هي النصيحه اللي بغيت نوجه لكم هذا النهار. وتهلاو لي في راسكم، واللي بغى يجي لاوروبا الله يسهل عليه. ونتمنى وعاود الناس ما يجيوش داك داك الزودياكات ديال الموت، يجيو بالفيزا بشي طريقه قانونيه، بشي طريقه هكا احسن ما يجي بنادم يرمي صحته ولا يرمي حياته في البحر، ونهار كيوصل هنايا كيلقى ربنا خالق تاعنا. ومنين كتجي لهنايا عاود اخويا راه فهمت ولا تقدر تكرفس شويه وتمح، ولكن مع شويه شويه غادي تحس الوضعيه ديالك وحتى انت بينك وبين الناس. ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.